تتخيل معايا فجأة حياتك كلها بتتقلب كابوس، والفلوس اللي كنت معتمد عليها راحت، والبنك قال لأ، وأصحابي وأهلي اللي كنت فاكرهم سندي اختفوا فجأة. صاحب قصتنا النهاردة اسمه آدم، وهو بيحكي بيقول: دي حكايتي الحقيقية عن خذلان الناس وقت أزمتي المالية. آدم كان موظف مستقر ماديا، كان عنده صديقة ليه مقربة كان فاكرها سنده، وأخوه الكبير اللي كان دايما بيعتمد عليه. زميله في الشغل كانوا متفقين مع بعض انهم يعملوا قرض صغير، وبيقول: انا كنت فاكر ان منى وخالد هيساعدوني، بس لما الازمة ضربت كل واحد منهم اختفى بطريقة صادمة. الازمة بدأت لما اخدت قرض كبير للبيت، والمدفوعات بدأت تتراكم، والبنك رفض يساعدني. بيقول: كنت محتاج مساعدة بسيطة، حتى لو قرض صغير من اقرب الناس كان ممكن يغير كل حاجة في حياته. منى بعد اول مكالمة طلب فيها مساعدة مالية، قالت له انها مش قادرة واختفت. وخالد اخوه الكبير اللي كان عارف الازمة كويس بيقول: تجاهل كل مكالماتي ورسايلي، وهو كمان اختفى. ويوسف زميله اللي هما كانوا متفقين مع بعض انهم يعملوا قرض صغير اختفى فجأة من غير اي رد. بيقول: في اللحظة دي حسيت ان كل الناس اللي كنت فاكرهم قريبين مني ناس ما صدقتش اني ممكن احتاجهم وما لقاهمش. وبيدينا امثلة ان في حد بسبب القرض ده اضطر ان هو يبيع عربيته عشان يغطي القروض، واقرب اصدقائه رفضوا يساعدوه. كان في موظف فقد شغله في الازمة، ولقى اسرته مش مستعدة حتى تسأل عليه. وواحدة صغيرة اخدت قرض علشان حاجات اساسية، وفقدت كل شيء لما محدش وقف جنبها. دي امثلة ناس كتير عايشينها، وبتخلي اللي يتفرج يحس بقصة ادم اكتر. ونرجع لقصة ادم. بيقول: بس في كل وسط الخذلان ده ظهر عمه فؤاد، هو جارهم، كان كبير في السن اللي عمره ما كان قريب منه. جه وقدم له قرض صغير، بيقول: ساعدني اقف على رجلي واغطي اول دفعة كبيرة. حسيت بعظمة الانسانية الحقيقية في ابسط لحظة. اوقات كتير اقرب الناس ليك مش اللي يقفوا معاك، لكن دايما في ناس حتى لو بتكون غريبة ممكن هما اللي يكونوا سند حقيقي. والازمة المالية ممكن تكشف معدن الناس، ممكن تديك فرصة تتعلم تعتمد على نفسك اكتر. لو انت تعرضت قبل كده لخيانة او خذلان في وقت مالي صعب، احكي لنا قصتك في الكومنت عشان نطلع نحكيها للناس ونستفاد من تجارب بعض. مع السلامة.